طبعا لا غيران. استوب حضرتك، انت بتتكلم على واحده مصريه او بتتكلم على راجل مصري او بتتكلم على الجيش المصري. حتى لو انا بنتقد وانت هتقعد تزايد، انا مش هسمح لك. طبعا. انا انتقد ابن بلدي او انتقد بنت بلدي، لكن لو حد غريب هيجي جنبهم مش هسكت له. صح. دي طبعي ودي شخصيتي، مش بمثل لك او مش عشان انا معاك في البرنامج او مش انا على التيك توك، لا هي دي شخصيتي وطبعي. حتى في الشارع، حتى اي حد هيقرب من بلدي او ينتقدها بالسلب انا مش هسمح له خالص. اسمحي لي، انا بحترمك جدا جدا جدا. شكرا. وانا عرفت الحاجه اللي بتبكي روحي يا سالم بلدي من دمعتك هي مصر بلدك. طبعا روحي، بقول لك انا لو ياخدوا روحي بس. وبلدي تبقى كويسه انا مش هتردد. الستات مصر كلهم كده على فكره، وبناتها احنا فاهمين وواعيين وعارفين ايه اللي وشباب مصر وشباب مصر القمر. لا دول في حته تاني بقى خالص. شبابنا طبعا طبعا أكيد. طبعا شبابنا رجاله ورجالتنا اللي بيقفوا في الحدود وبيقفوا طبعا. في كل انا اتجاه. بكلمك على الست المصريه بالاخص، لان هي اللي ربت الرجاله اللي واقفين على الحدود ويستشهدوا من اجل بلدهم وشرف بلدهم وارضهم. الست المصريه طبعا. رجاله بلدنا وشبابنا اللي واقفين على الحدود دول لا ده في حته تاني خالص، خير اجناد الارض. الام المصريه ممكن توصل ابنها لحد الثانويه والكليه وتبقى خايفه عليه، ولكن لما بيجي يروح الجيش بتبقى سايباه يلا توكل على الله، عارفه ان ابنها رايح فدا مصر. راجل. راجل.